كشري المزاج يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة يا حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة يا حبايب قلبي، اهدنوا إيديكم الحلوة دي بأحلى لايك، بأحلى اشتراك، مع تفعيل زر الجرس يا حبايب قلبي، ودعوة حلوة منكم تكبر خاطر الست بسيطة، يكبر بخاطركم ربنا، يومكم ونهاركم كله مليان بالرضا من عند رب العالمين. قولوا امين. النهارده هتعملي ايه يا ست بسيطة؟ هنعمل كشري. كنا عملنا قبل كده يا حبايب قلبي ايه؟ كشري السريح، كشري الست اللي تعبانه مش قادره تقف، كشري الست اللي جايه من شغلها وعيالها عايزين كشري، وعملت الكشري الحله وكان طعمه حلو في منتهى الجمال. طب النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كشري المزاج. كشري المزاج يا ست بسيطة، كشري الست الرايقة. سامعاكي يا اللي قاعدة هناك بتقولي في حد رايق النهارده يا ست بسيطة؟ ربنا يروق حالك ويبالك ويهدي لك عيالك يا رب، وقولي امين. ايوه حبيبة قلبي، يجعلنا كده الوقت نبقى هاديين كده ومزاجنا عالي، نعمل احلى طبق كشري برضو بالله عندنا واللي بايدينا ايه مستطاعة. طب يا ست بسيطة هتعملي ايه؟ انا يا حبايب قلبي ببدأ بالبصل. ليه؟ لان الزيت بتاع البصل هو اللي هيقوم عليه كل عمايل ايه يا بنوتي؟ الكشري. الله، كشري الايه؟ المزاج. الله، ايوه كده. انا جبت البصل قطعته شرايح حالات زي ما انت ما تقطعيه يا حبيبه قلبي، وجبت معلقه ايه نشا، ما عندكيش نشا معلقه دقيق صغيره تعفري بها البصل دوا وتسيبيها شويه كده إيه ربع ساعه نص ساعه لما ايه الدقيق يمتص ايه في البصل ده هو، ويقوم بعدها تقومي في زيت حامي وتنزل بسم الله ما شاء. بصوا بسم الله ما شاء الله. بص اهو بصوا يا حبايبي، بصي بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو. ادي الايه؟ ادي البصل بتاعنا. جبنا بقى المكرونه يا حبايب قلبي، سلقتها اي نوع مكرونه عندك. انا عندي مكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره، سلقتها حطيت شويه زيت وشويه ملح في الميه، اتسلقت سبتها اتشطفت كده وصفت حلو، وقمت جايبه شويه زيت من بتوع البصل وحطيتهم في حله، قمت مقلبه فيهم المكرونه الحلوه دي عشان تفضل تبقى مفرفته كده اهو طول الوقت يا حبايب قلبي. وادي المكرونه. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه دلوقتي؟ ادي الطماطم عندنا ضربتها، وادي شويه توم حلوين مع معلقه هريسه مع شويه ملح طحنتهم جامد. وايه تاني؟ روحي الكشري كمون، معلقه كمون كبيره. يلا بينا على البوتاجاز شويه زيت من زيت البصل بتاعنا، ونزلت بيه الثوم اهو واقلب جامد. مجرد ما يتشوح انزل بالطماطم بتاعتنا. انا يا حبايب قلبي نزلت بالطماطم بتاعتنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ سيبها بقى تتسبك، هروح على طول. يلا بينا هنعمل الايه؟ احلى دقه بتاعتنا، ما احنا مش عايزين نقعد، يلا بينا على طول. دقه بقى يا حبايب قلبي، عندي شويه خل حلوين عليهم ليمونتين عصرتهم، عندي معلقه كمون كبيره، قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر، طماطمايه، شويه ملح، شويه توم حلوين. ناخد الحاجات الحلوه نضربها في الخلاط. حله حبايب قلبي برضو خدت معلقه زيت من البصل بتاعنا، بعد ما ضربت الخليط بتاع اللي انا قلت لكم عليه بتاع الدقه، هنزل كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. انا بحب اطعم كل حاجه بالزيت بتاع البصل. بصوا ريحتها الله الله الله. انا دلوقتي يا حبايب قلبي حط على البوتاجاز الدقه بتاعتنا، قلبتها قلبه وقفلت عليها، والطماطم بتاعتنا اتسبكت وبقت زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى الصلصه الحراقه بتاعتنا بتاعت المحلات. انا في الطماطم بتاعتنا ما بحطش شطه، عشان برضو اللي في العيله ما بيحب الشطه تكون حاميه زياده، لا يبقى يعرف ياكل منها. انا دلوقتي هعمل الصلصه الحاميه لوحدها. ايه بقى؟ ادي طماطم مضروبه في الخلاط، معلقه شطه كبيره، وهنروح على البوتاجاز واقول لكم هنعمل فيها ايه. جبت طاسه صغيره حطيت فيها معلقه زيت من بتاع البصل، هنزل بالطماطم بتاعي. نزلت يا حبايب قلبي بالطماطم، هنزل بمعلقه الشطه الكبيره دي واحط الملح بتاعنا واسيبها تقلب قلبها.
هعمل بقى دلوقتي بخلي ايه حاجتين للاخر، الرز بتاعنا والعدس اللي بعمله على الشعريه بتاعتنا. ليه بقى؟ عشان دي بحبهم اول ما يخلصوا كده اهو نغرف بقى الكشري وهو سخن، لان دول ما بيتسخنوش، لكن التخديعه هتتسخن، الشطه الحاميه هتتسخن، كل الحاجات دي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالعدس ابو جبه اللي انا عملته. ايه يا حبايب قلبي؟ انا ما بدقهوش، انا بنقعه وبيبقى حلو. ليه بقى؟ عشان ما يتهريش مني وانا بسويه. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. انا يا حبايب قلبي جبت معلقتين زيت ونزلت بالشعريه بتاعتنا تتحمر، واقوم نازله بالعدس بتاعنا بالعدس وعليه الملح ومعلقه كمون كبيره. نزلت يا حبايب قلبي بمعلقه الكمون الحلوه والملح بتاعنا، نزلت بقى بقانون الميه بتاعنا، اسيبه بقى كده هو غطيه لما يستوي. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا ست؟ بسيط. يلا بينا بقى على الرز، اخر حاجه بقى عندنا. جبت برده حله ونزلت برده بكام معلقه زيت، وجبت شويه شعريه. انا ما خدتش الشعريه كلها العدس بتاعنا، سبت جزء اعمله مع الرز بتاعنا. ودي تكه الست بسيطه، اسيبها بقى تتحمر واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. اهو بالرز بتاعنا اللي على العدس الاصفر اهو، وحطيت له معلقه كمون برضو، وحطيت له الملح بتاعنا. ومجرد ما نشف كده اهو انزل بقى بقانون الميه بتاعنا بقى لما يستوي، ونغرف احلى طبق الكشري بتاعنا. ادي يا حبايب قلبي احلى شويه كشري، كشري المزاج يا حبايب قلبي. الف صحه وهنا على قلوبكم. تعملي بقى في قلب الزيت اللي اتبقى عندك يا حبيبه قلبي شويه عيش كده اهو، الله الله مقرمشين، شويه سلطه حلوين ومقطقطين، وادي الدقه بتاعتنا حبيبه قلبي، وادي الصلصه الحاره بتاعتنا، عشان كل اللي عايز يحط ايه لنفسه، طالما لو العيله كلها ما بتحبش الصلصه الحاره يا حبيبه قلبي. احلى كشري، كشري المزاج يا حبيبي. واعمليه واوعي تكسلي يا حبيبه قلبي. الف صحه وهنا على قلوبكم. ما تنسونيش باللايك بالاشتراك مع تفعيل زر الجرس، مع الدعوات الحلوه منكم للست بسيطه اللي تكبر خاطرها يكبر بخاطركم ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.